بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمتم جيدا إن شاء الله، ارتحتم ونمتم جيدا. ما شاء الله. أين شهر؟ لماذا تجلس خلف العمود؟ لا تجلس خلف العمود. الكبار ما أتوا إلى الآن؟ وصلنا إلى أي حديث؟ الحديث العاشر. ما شاء الله، يبدو أنكم مستعدون لحفظ الحديث العاشر. طيب، نسأل عن الأحاديث السابقة. تكلمنا في حديث الدين النصيحة، وقلنا النصيحة لله تعالى. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. فالنصيحة لله تعالى كيف تكون؟ بالإخلاص. لا، الإخلاص صحيح والشهادة صحيح، لكن تكملة الشهادة بأي شيء؟ أنت الآن قال النصيحة لله ولم يقل لرسوله صلى الله عليه وسلم. الآن النصيحة لله كيف تكون؟ قلنا أنها تكون بالإخلاص، وأيضا بالشهادة لله بالوحدانية، وأيضا قلنا الإخلاص هذا الأول، والثاني الشهادة لله تعالى بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذه هي النصيحة لله تعالى. طيب، النصيحة للكتاب كيف تكون؟ النصيحة لكتابه كيف تكون؟
النصيحة للكتاب كيف تكون؟ أن يؤمن بهذا القرآن أنه غير مخلوق، تصديق بخبره والأمر بأحكامه وتدبره. أحسنت، بارك الله فيك. النصيحة للكتاب تكون بالإيمان بأن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع، وأن جبريل عليه السلام تلقاه وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أيضا إن النصيحة للكتاب تكون بالعمل بأحكامه وبتلاوته وتدبره وبتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. طيب، أخذنا كذلك في الحديث التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلماذا هنا فرق بين ما نهي عنه وبين ما أمر به؟ النهي قال فاجتنبوه كله، والأمر قال فأتوا منه ما استطعتم. فلماذا فرق بين الأمر والنهي؟ فالنهي لم يقل فاجتنبوا بعضه، وإنما قال اجتنبوه كله. لأن كل ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن. أحسنت، بارك الله فيك. لأن جميع الناس بإمكانهم أن يجتنبوا النهي بخلاف الأمر، فبعض الناس لا يستطيع أن يمتثل بجميع الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: صل قائما. بعض الناس لا يستطيع القيام، ولهذا فقال فأتوا منه ما استطعتم. نعم. الحديث العاشر: أين البطل الذي سيحفظ الحديث العاشر؟ هل حفظت قبل؟ يلا قم. واسمك؟ رضا. سم الله يا رضا. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amara mu'minina bima amara bihil mursalina wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu qulu minat tayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qulu minat tayyibati كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث
mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna mustajabu lah. نعم، فأنى يستجاب لذلك. رواه أحسنت، بارك الله فيك. أين صاحب البقالة؟ أين هو؟ لا تنسى. نعم، بارك الله فيك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، إن الله طيب، أي أنه سبحانه وتعالى طاهر، فطيب بمعنى أنه طاهر ومنزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في أفعاله، في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه. الله عز وجل طيب في ذاته، طيب في أسمائه، طيب في صفاته، طيب في أفعاله، طيب في أحكامه سبحانه وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان طيبا فإنه لا يقبل إلا طيبا. وقوله لا يقبل إلا طيبا أي أنه سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأفعال، لا يقبل إلا طيبا من الأقوال ومن الأعمال. فالأقوال السيئة تجنبها، والأعمال السيئة تجنبها، لأن الله عز وجل لا يقبلها. ثم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وهم الرسل، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر الله عز وجل الرسل بأن يأكلوا من الطيبات أي المباحات، فكل مباح فهو طيب. واعملوا صالحا، والعمل الصالح هو ما اتصف بوصفين وسبق أن ذكرناهما، وهما الإخلاص والمتابعة. فالعمل الصالح يكون صالحا إذا أخلصته لله عز وجل، وإذا تابعت به الشرع، تابعت به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف، قال: العمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا. خالصا أي خالصا لله، وصوابا أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالله عز وجل رزقنا سبحانه وتعالى، وأمرنا بأن نأكل من رزقه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي.
هنا ذكر 4 أسباب من أسباب إجابة الدعاء. ذكر هنا 4 أسباب من أسباب إجابة الدعاء. وما هي هذه الأسباب 4 التي هي من أسباب إجابة الدعاء؟ السبب الأول قال يطيل السفر. يطيل السفر، فهذا هو السبب الأول من أسباب إجابة الدعاء، أنه مسافر، والدعاء من المسافر من أسباب الإنسان إذا كان مسافرا ثم دعا الله عز وجل، فالسفر من أسباب إجابة الدعاء، فهو مظنة الإجابة. السبب الثاني قال أشعث أغبر، أي أنه ليس عنده كبر، لا ليس عنده كبر، ليس عنده كبر، فهو متواضع غير متكبر، في حالة رثة، أشعث أغبر، لأنه إذا كان في حالة الرثة وثوبه عليه غبار فهذا يدل على أنه غير متكبر ومتواضع. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يهتم بنفسه ولا يهتم بنظافته، فالذي ينبغي للإنسان أن يهتم بنظافته وبنظافة ثيابه، لأن الله جميل يحب الجمال. لكن هذا ذكر هذا لأجل أن الإنسان يتواضع ولا يتكبر، فالتواضع وعدم الكبر هذا من أسباب إجابة الدعاء. ثم قال يمد يديه إلى السماء، وهذا هو السبب الثالث من أسباب إجابة الدعاء، وهو أن يرفع الإنسان يديه إذا أراد أن يدعو الله عز وجل، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. السبب الرابع قال يا ربي يا ربي، أي أنه يتوسل إلى الله تعالى بربوبيته، والتوسل بالربوبية هذا من أسباب إجابة الدعاء، يقول يا ربي يا ربي. بعدما ذكر 4 أسباب من أسباب إجابة الدعاء، ذكر أشياء تدل على موانع إجابة الدعاء، تدل على موانع إجابة الدعاء. فقال ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. ذكر 4 أشياء تدل على موانع إجابة الدعاء. الأول مطعمه حرام، أي أنه يتغذى بالحرام، يأكل بالحرام، أكله من حرام. والسبب الثاني أو المانع الثاني أن مشربه حرام، يشرب حراما. الثالث ملبسه حرام، لباسه من الحرام. والرابع غذي بالحرام، غذاؤه بالحرام. ثم قال فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب له وهو لم يأخذ بأسباب الإجابة؟ فالإنسان
إذا أراد أن يستجيب الله عز وجل له فعليه أن يأخذ بأسباب إجابة الدعاء ويمتنع عن الموانع كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أن العباد مأمورون ومنهيون، أن عباد الله عز وجل مأمورون ومنهيون كالملائكة والأنبياء والرسل وجميع الخلق، فكلهم مأمورون ومنهيون. والدليل على هذا أين هو من الحديث أو من الآيات التي في الحديث؟ يا أيها الرسل، وأيضا يا أيها الذين آمنوا. فجميع عباد الله تعالى مأمورون ومنهيون. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الله عز وجل أباح لنا الطيبات من الطعام والشراب والمسكن والملبس والمشرب. وإذا كان الله عز وجل قد أباح لنا الطيبات فليس من الزهد أن يحرم الإنسان على نفسه هذه الطيبات التي أباحها الله عز وجل له. ومن فوائد الحديث أن الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت شروطه وامتنعت موانعه. وأما إذا توفرت الشروط ولم يتجنب الإنسان الموانع فإن الله عز وجل لا يستجيب له. كيف تطلب من الله عز وجل أن يستجيب لك وأنت تتعامل بالربا؟ كيف تطلب أن الله عز وجل يستجيب لك وأنت تشرك به؟ كيف تطلب أن الله عز وجل يستجيب لك وأنت لا تصلي أو وأنت تتكاسل في أداء الصلوات؟ ولهذا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الفوائد أيضا في الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. في هذه الآية دليل على الآية ما هي؟ الأولى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. انتبه، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قرن العمل الصالح بالأكل من الطيبات. فهذه الآية تدل على أن الأكل الحلال يعين على العمل الصالح. الأكل الحلال يعين على العمل الصالح. ومفهوم هذا أن الأكل الحرام يكسل عن العمل الصالح. ولهذا تجد
أن الذين يأكلون الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، تجد أن العبادات صعبة عليهم، تصعب عليهم، بخلاف الذين يأكلون الحلال، تجد أن العبادات سهلة عليهم ومتعلقون بالله عز وجل أكثر. ويستفاد أيضا من الآية فيها الرد على الصوفية، الرد على بعض المتصوفة الذين يحرمون الطيبات ويزعمون أن هذا عبادة يتقربون بها إلى الله تعالى، يحرمون على أنفسهم بعض الطيبات زعما أن هذا عبادة يتقربون بها إلى الله عز وجل. فالله تعالى أمر الرسل بالأكل من الطيبات، فكيف بغيرهم؟ ويستفاد من هذا الحديث التحذير من الأكل الحرام، لأن الأكل الحرام هو من أسباب رد الدعاء، من أسباب رد الدعاء. والحرام أيها الإخوة كما أنه يفسد البدن حسيا، فإنه يفسده معنويا. فشرب الخمر مثلا من المعلوم أن الإنسان يتضرر به حسيا وكذلك معنويا، لأنه إذا شربه تضرر بدنه حسيا، ثم إنه لا يستطيع أن يتعبد لله عز وجل ويتقرب إلى الله تعالى لا في الصلاة ولا في قراءة القرآن ولا في الذكر، وهذا إفساد له معنوي. نعم. الحديث 11، من يحفظ؟ هل حفظت قبل؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ جميل، ما شاء الله. يلا يا جميل. بسم الله. عن أبي محمد الحسن ابن علي أبي طالب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والريحانة رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يعلم إلى ما يعلم، رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ما شاء الله، ما شاء الله. ستون. ما اسمك؟ جميل. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قوله هنا عن أبي محمد هذه هي كنيته، وسبق أن الكنية قد تكون بالذكر كما هنا، وقد تكون بأنثى كما مر علينا عن أبي رقية، وقد تكون بأي شيء بغيره الإنسان كأبي هريرة رضي الله عنه.
والحسن أيها الإخوة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بأنه سيد، فقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقد وقع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليا رضي الله عنه بعدما استشهد، من الذي بويع بالخلافة؟ الذي بويع بالخلافة هو الحسن رضي الله عنه. فماذا فعل الحسن؟ تنازل بالخلافة. في صوت؟ نعم. تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. وهذا التنازل أصلح الله عز وجل به بين فئتين من المسلمين، بين أصحاب علي رضي الله عنه وبين أصحاب معاوية رضي الله عنه. ولهذا حصل بهذا التنازل خير كثير لهذه الأمة ولله الحمد. والعجيب أيها الإخوة، العجيب أن الرافضة يعدون أن الحسين أفضل من الحسن، وهذا عجيب. هذا عجيب. لماذا يعدون أن الحسين أفضل من الحسن؟ تعلقوا بالحسين لأن قصة قتله محزنة. قصة قتله محزنة، ولو كانوا يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لفضلوا الحسن على الحسين. لو كانوا صادقين لكانوا يفضلون الحسن على الحسين، لأن الحسن رضي الله عنه هو الذي أصلح بين فئتين من المسلمين. وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل ذكرناه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وقوله هنا سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبط هو ابن البنت، يقال عنه سبط. وأما ابن الابن فيقال عنه حفيد. فالسبط هنا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته من هي؟ فاطمة رضي الله عنها. سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الريحان هذه زهرة طيبة الرائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن أنه ريحانته، أنه ريحانته. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك، ما يريبك أي ما يلحقك به شك وقلق وريب. إلى ما لا يريبك أي إلى ما لا يلحقك به شك وقلق وريب. فإذا كنت
تشك في هذا الشيء فاطرح الشك إلى ما لا شك فيه. وهذا أيها الإخوة، أو قبل نقول رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. انظروا، قال حديث حسن صحيح، الترمذي قال حديث حسن صحيح. ما معنى هذا؟ إذا قال هنا حديث حسن صحيح، معنى هذا إن كان الحديث قد أتى وصل إلينا من طريق واحد، فمعنى هذا أن الراوي شك هل هذا الطريق حسن أو هو صحيح. وأما إن كان الحديث قد وصل بطريقين، فمعنى هذا أن إحدى الطريقين حسن والآخر صحيح، والآخر صحيح. واضح؟ طيب، وقوله هنا وريحانته، النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري وصف الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه. وقلنا لكم إن الريحان هذه شجرة طيبة الرائحة، زهرة طيبة الرائحة. هذا الحديث أيها الإخوة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يدخل في كثير من أبواب العلم، فيدخل في الطهارة، ويدخل في الصلاة، وفي جميع العبادات، وكذلك في المعاملات والنكاح. فإذا كنت تشك في شيء معين فاترك الشك إلى ما لا شك فيه. نضرب لكم أمثلة. رجل توضأ وبعد الوضوء مكث دقائق أو ساعات ثم شك هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض. فما هو الأصل؟ الأصل أنه متوضئ، فاترك الشك إلى ما لا شك فيه، اطرح هذا الشك، فالأصل أنك على وضوء. مثال آخر، رجل وضع إناء فيه ماء، وضع إناء فيه ماء لأجل أن يتوضأ، ثم ذهب إلى وسط مدينة بالمبانك ورجع إلى الإناء بعد 4 ساعات وشك هل الماء تنجس أم لم يتنجس، فنقول اطرح الشك، فالأصل أنه على طهارة. نعم، لو أنه تيقن أنه نجس، كما لو شم رائحة البول فيه وأن رجلا تبول فيه وتيقن من ذلك، قلنا الآن تيقن أنه نجس. لكن إذا شك فالأصل كما قلنا الطهارة، ولهذا قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال آخر، رجل دخل دورة المياه وتبول ثم خرج
فلما أتت الصلاة قال: هل أنا على وضوء أو لست على وضوء أو على غير وضوء؟ شك. ما الأصل هنا؟ أنه على غير وضوء، لأنه عنده يقين أنه دخل دورة المياه وتبول ولم يتوضأ بعد ذلك، فالأصل أنه على غير وضوء. إذن نقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك. شيخنا رحمه الله وضع قاعدة في الشك ونظمها في بيتين، نظمها في بيتين، وهي موجودة في منظومته الفقهية، والتي ينبغي لطالب العلم أن يحفظها حفظا جيدا وأن يفهمها. قال: إن الشك لا ينظر إليه في 3 أمور، وهي: الشك إذا كان بعد الفعل، يعني بعد العبادة، والثاني إذا كان الإنسان كثير الشكوك، أي أنه وصل إلى حد الوسوسة، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا ينظر إليه. والثالث إذا كان مجرد وهم، ولهذا قال في منظومته: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو يك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. فهذه الأشياء لا تؤثر، والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا بعد الفعل. وهكذا إذا الشكوك تكثر، إذا كان الإنسان كثير الشكوك وصلت به إلى حد الوسوسة. أو يكون وهما، مجرد وهم، مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع، وهذا تكملة للشطر الأخير من البيت. هذا الحديث أيها الإخوة يستفاد منه فوائد. من فوائده أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك وقلق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فتجد أنه يتكلم بالكلام القليل ويؤلف منه مؤلفات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: أعطيت جوامع الكلم. فيتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام القليل، وتستفيد من كلامه هذا فوائد كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يرتاح وأن يطمئن وأن يستقر قلبه فعليه أن يترك الشك، وخاصة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة. فالغالب أن الشك بعد الفراغ من العبادة يكون الإنسان فيه على خطأ، يكون قد أدى العبادة صحيحة كاملة، ولكن الشيطان نسأل الله السلامة والعافية يريد أن يلبس عليه. وسبق وأن ذكرنا لكم أن الشك لا ينظر إليه في 3 مواضع. الحديث الذي يليه الحديث 12
ها، أنت صاحب النظارات، هل سبق أن حفظت؟ ما اسمك؟ ها؟ ها؟ نوفل. نوفل، يلا يا نوفل. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. بارك الله فيك. 65 صحيح؟ 60 كيف 66؟ 65. نوفل. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، أي من تمام دين الإنسان، من تمام دينه إذا أراد أن يكمل دينه، تركه ما لا يعنيه، أي أن كل ما ليس من شؤونه وليس من اختصاصه فعليه أن يتركه. وهذا من تمام إسلام الإنسان، أن كل ما ليس من شؤونه وما ليس من اختصاصه فعليه أن يترك هذا الشيء. ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أنه قيل للقمان ولقمان هو الرجل الصالح، قيل له ما بلغ بك ما نرى، يعني هذا الفضل العظيم الذي اتصفت به، كيف وصلت إليه؟ كيف وصلت إليه؟ فقال رحمه الله صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. بلغ الفضل رحمه الله عندما اتصف بهذه الصفات الثلاث: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني، وهذا هو الشاهد. ولهذا قال أو اتصف رحمه الله بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فكل ما لا يعنيك فاترك لأجل أن يكمل دينك. فيستفاد من هذا الحديث أن إسلام الإنسان ودين الإنسان قد يكون تاماً وقد يكون ناقصاً، قد يكون تاماً وقد يكون ناقصاً، لأنه قال هنا من حسن إسلام المرء. وعلى هذا فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص على إكمال دينه وعلى إتمامه، وأن يحذر من نقصانه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإنسان إذا تدخل في أشياء لا تعنيه فإن دينه ينقص. أن الإنسان
إذا تدخل في أشياء لا تعنيه ولا تخصه فإن دينه ينقص. ومفهوم هذا أنه يجب على الإنسان ألا يتدخل فيما لا يعنيه لأجل أن يكمل إسلامه. فإن قال قائل: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التدخل فيما لا يعني الإنسان؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التدخل فيما لا يعني الإنسان؟ والجواب لا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأشياء التي تعنينا، والدليل على هذا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن لا شك أن تغيير المنكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث فائدة مهمة تحتاجونها وخاصة في وقتكم الحاضر، وهو أن ما يدور في كثير من مجالس الناس في هذا اليوم من الأمور التي يتباحثون فيها ويتكلمون فيها عن ولاة الأمور وعن العلماء من الأمور التي لا تعني، من الأمور التي لا تعني الإنسان، لأنه يحدث من خلالها الفوضى وتؤدي إلى البلبلة. فهذه الأمور أيها الإخوة إذا تكلمت فيها فإنك تكلمت فيما لا يعنيك ونقص دينك. وخاصة أيها الإخوة الذي يتكلم عن ولاة الأمور وعن العلماء في مجامع الناس، هذا إفساده أكثر. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا من الخطأ. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أيها الإخوة ألا يتدخل فيما لا يعنيه. فإذا كان يريد الخير فماذا عليه؟ عليه أن يناصح المسؤولين، أن يصل إليهم بالطرق المعروفة إن استطاع إلى أبوابهم وأن يناصحهم. وأما أن يذهب إلى الأسواق ويثير الفوضى بين الناس فهذا ليس من الحكمة، بل إن هذا من إثارة الفوضى وإثارة البلبلة بين الناس. نعم. الحديث كم؟ 12 13. نعم. ما في أحد، لا يوجد أحد هنا. هؤلاء هم الأبطال وأنتم لا يوجد أحد يحفظ الحديث.
هل حفظت قبل؟ حفظت؟ ها؟ قم. ما اسمك؟ ها؟ حفيظ؟ حفيظ؟ ما شاء الله. طيب ما حفظت قبل؟ قبل لم تحفظ؟ طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. لا 70 أو 71؟ 70. تعرف أسماءهم؟ الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك. تعرفون أنس بن مالك؟ قال خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك أتت به أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره كم؟ 10 سنوات. من منكم عمره 10 سنوات هنا؟ من منكم عمره 10 سنوات؟ من منكم عمره 10 سنوات؟ شهرون. أين هو؟ خرج. أتى شهرون. أتى. كم عمرك يا شهرون؟ كم عمره؟ كم عمره؟ لا كثير. من منكم عمره 10 سنوات؟ لا يوجد. كلهم في المتوسطة. لا يوجد. أنس بن مالك رضي الله عنه عندما أتت به أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره أصغر من هؤلاء، وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، هذا أنس يخدمك، اجعله خادما عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. دعا له كم دعوة؟ 3 دعوات. أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر قال رأيت 2 من النبي صلى الله عليه وسلم وأنتظر 3. ماذا رأى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أكثر ماله. قال إن البساتين كانت تنبت في المدينة، كان عنده بستان، قال كانت تنبت في المدينة مرة واحدة، يعني تزهر وتخرج مرة واحدة، وكان بستاني يخرج 2 مرات بركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية قال أكثر ماله وولده. كان ولده
من صلبه، تعرفون كم؟ 120 ولدا. بركة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت 2 وأرجو الثالثة، يرجو ماذا؟ الجنة. عن رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. لا يؤمن هنا، لا يؤمن أي لا يؤمن إيمانا كاملا، وليس المعنى أنه يكون كافرا، لا، وإنما لا يؤمن إيمانا كاملا أي أنه ناقص الإيمان. إذا اتصف بهذه خالف هذه الصفة، إذا خالف هذه الصفة فسوف يكون ناقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المراد بقوله هنا لأخيه المراد بها أخوة الدين، أخوة الدين لا أخوة النسب، وإنما المراد بها أخوة الدين. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإن إيمانه لم يكمل. فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينفي الشيء لانتفاء كماله، جواز نفي الشيء لانتفاء كماله. وسبق وأن أنشدنا لكم بيتا في منظومة الشيخ الفقهية عن النفي، وقلنا لكم شيخنا رحمه الله وضع قاعدة في النفي تفيدك، احفظها. قال في منظومته: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. إذا جاءك نفي في حديث فإنه يكون نفيا للوجود، فإن لم يكن فهو نفي للصحة، فإن لم يكن فهو نفي للكمال. أضرب لكم مثالا: إذا قلت لا خالق إلا الله، فهذا نفي إيش؟ للوجود، لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. طيب، إذا قلت لا صلاة إلا بوضوء، فهذا النفي للصحة، لأنه قد يصلي إنسان أمامنا وهو لم يتوضأ، إذن توجد الصلاة ولكنها ليست صحيحة. ولهذا إذا قلت لا صلاة إلا بوضوء، هل تقول هنا النفي للوجود؟ لا، لأنه قد توجد الصلاة، قد توجد الصلاة، لكن النفي هنا نفي للصحة، أن الصلاة موجودة ولكنها ليست بصحيحة. طيب، إذا قلت لا صلاة بحضرة طعام، هنا النفي للكمال، أي لا صلاة كاملة إذا كانت بحضرة الطعام بالشروط التي ذكرناها ومرت علينا في عمدة الأحكام. إذن النفي إذا جاءك نفي فأنزله على هذه المراتب الثلاث، أنه أولا يكون نفيا للوجود، فإن لم يكن فهو نفي للصحة، فإن لم يكن فهو نفي للكمال. ولهذا قال شيخنا في منظومته: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة.
ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن ينصح له وأن يعينه في كل ما يحتاجه، لأنه إذا أعانه في كل ما يحتاجه فإنه يكون قد أحب لأخيه ما أحبه لنفسه. نقف على هذا. في سؤال؟ عند الدعاء هكذا، فتقارب بين يديك ولا تباعد بينهما، لا تباعد إلا في حال الدعاء والابتهال، هكذا في حال الاستسقاء. وأما في الدعاء إذا أردت أن تدعو في القنوت مثلا فإنك تدعو هكذا. لا. هكذا. ها؟ لا لا، هكذا. تضم اليدين، تضم اليدين. نعم نعم. سؤال عادة أو إذا أخذ الناس البرنامج مثلا ثم في آخر البرنامج واحد يدعو ثم يؤمن الجماعة، هذا يجوز ولكن لا يفعل دائما، لا يفعل دائما، فإن فعل في بعض الأحيان فإنه يجوز. لا بدون رفع اليدين. ولهذا في خطبة الجمعة لا ترفع اليدان إلا في حال الاستسقاء. في خطبة الجمعة لا ترفع اليدان إلا في حال الاستسقاء. ولهذا لما رأى بشر بن مروان رجلا قد رفع يديه والإمام يخطب ويدعو في غير الاستسقاء قال رحمه الله: قبح الله هاتين اليدين. لماذا قال هذا؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. بشكل هذا الدعاء الأفضل الحاضرون يسمع الناس يؤمنون الدعاء كيف؟ ما فهمت. يقولون آمين. نعم إيه يقولون آمين، ما في إشكال، لكن ما يرفع. لا. هل يستحب رفع اليدين للدعاء بعد الوضوء؟ رفع اليدين له حالات، له 3 حالات نذكرها لكم، ذكرونا. بس جاء الشيخ محمد. الله